كيخلص هاد الناس. ديما عندي هاد المشكله هادي، شكون اللي كيخلص هاد الناس؟ ما يمكنش نتجرد من انسانيتي ونصور امي كتحتضر. ما يمكنش نقول لك راه الوالد ديالي مات وانا بوستيتها في الفيسبوك. صعيب هاد الحويجات. وعلاش ولاو الناس قال لك شي حد علاش ما عزيتينيش راه درتها في الفيسبوك؟ لا شنو الحماق؟ تصور انك توصل جبت تليفونك في مقبره ونحل ونكتب رحم الله ابي باش نشوفوا حنا. ما يمكنش، ما كانش طبيعتنا فريمون، ما كانش بحال هكا. الناس ما كانوش بحال هكا. يعني الناس تشوفني كتلقى دي جون واقفين وكل واحد هاز التليفون وكيفرحان العالم افتراضي، فرحان الناس انت ما تتعرفهاش. الناس ولاو عندهم علاقه مع ناس ما كيعرفوهمش، ما بقاش حتى في العائله حتى في الدار، فهمتيني؟ كتلقى هاي العائله مجموعه ولكن كل واحد في عالم بوحده. زعما كتقول صعيب علينا. وداك الشيء ولا طلع اللجان والوليدات الصغيورين ومشى للامهات ومشى حتى لشي حويجات ناس كبار. كنقول شكون اللي كيخلص هاد الناس؟ كيفاش هاد الشيء كيتخلص؟ ملي كيجي مريم تقصف ولا تبالي، مريم تقصف ولا تبالي. قالت لك شحال قدك باستغفر الله هي البيت بالعشاء. وفعلا كلام في المستوى، كلام منطقي. ناس حاربوا، جاهدوا، كافحوا، ناضلوا، بالعكس داروا شي حوايج اللي خبيثه، داروا شي حوايج اللي ما يقبلهاش المنطق، اللي ما يقبلهاش العقل. وتحيه العزيز داداس اللي شفتوه في المقدمه ديال الفيديو، اللي قال لك هاد الناس شكون اللي كيخلصهم؟ هاد الناس اللي كتسمح لهم نفسهم انهم يخرجوا امهم كتبكي، هاد الناس اللي كتسمح لهم نفسهم انهم يخرجوا الاسرار ديالهم والفضائح ديالهم، هاد الناس اللي كتسمح لهم نفسهم انهم يديروا اشياء تخل بالحياه كيف ما دارت خديجه اختها مع عزيز. والفيديو شاهد عليهم كاملين، ولكن ما قدرتوش تقولوها لهم. بزاف ديال الحوايج انا كنقولها لكم بعد ما قلت انا ملي كيكون عندي شي مشكل، والمتابعين العزاز في اليوتيوب كيعرفوا هذه القضيه، ما كنقدرش نحل حتى القناه ديالي، ما كنقدرش نشوف حتى التليفون ديالي. الناس عندها مشاكل، عندها مضاربه، عندها مخاصمه، عندها صراعات، عندها امها مريضه، وكتحل لك التليفون وتخرج لك امها كتبكي، خاصني الدواء وخاصني نشري لها الدواء وخاصني ندير لها وخاصني نفعل لها. حنا ملي كيكون عندنا شي مريض اقسم بالله التليفون باش ندخلوا اليوتيوب او باش ندخلوا بلاصه الاستوديو ما كيكونش عندنا حتى الخاطر. المهم نتوما راكم فاهمين وحنا فاهمين. وقبل ما ندخل في التفاصيل ديال الفيديو، هذا ميساج كنتمنى اخوتي الاعزاء انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، كنتمنى انكم تبارطاجيو، لان فيه واحد الكلام اللي صراحه خاص كلشي يفهمو. كلنا عندنا خيرنا في دارنا، شي يكون عندي قالب ديال السكر او باكيت اتاي راه عندي خيري في داري. ولكن هاد الناس المؤثرين، هاد المؤثرين اللي كيخرجوا وكيبدا يقول لك شاركت معكم في قضيه رمضان، شاركت معكم اشنو تسوقت رمضان، وكيبان لك انه جايب الحومات بالخير ديال الله، وكيجيب الدجاج، وكيجيب مثلا يعني شي حوايج من حقه رزقه هذاك الله يسهل عليه. ولكن راه كيتفرجوا فيه واحد الناس اللي ما عندهمش، كيتفرجوا فيه واحد الناس اللي لا حول ولا قوه لهم الا لله عز وجل. فهنا لا كنتي مؤثر راعي الشعور ديال المتابعين ديالك. راه كاين بعض الناس اللي كيتابعوك وكيبغيوك، راه كيمشي يشارجي 5 دراهم ديال الكونيكسيون باش يتفرج فيك، ماشي تمشي تشري ليه الحومات وتشري ليه وتصاوب ليه السلو وتقول لي انا كندير هادي ودير هادي وتفعل هادي وانا شريت هادي وشريت هادي، وكما كيقولوا الفرomاج الحمار والمود، يعني بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المؤثرين. ودخلت للتعاليق ديال الناس كيقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل الشيء اللي كديروا، حسبي الله اتقوا الله في الفقراء ديال المغرب، اتقوا الله في الفقراء ديال بلادكم. راه الشيء اللي كديروا راه كيأثر على النفسيه ديال الاسره، راه كيأثر على النفسيه ديال الاسره. كاين اللي كيتابعوه وليدات صغار، كاين القنوات اللي كيتابعوهم بنيات صغار، غتقول لهم علاش حنا ما عندناش هذا الشيء، غتقول لهم اشنو شريتنا حنا رمضان، اش ما درتيش لينا. وكاين الاسر فقيره. فهذا ميساج كنتمنى انكم تبارطاجيو للقنوات باش يوصلهم. عندكم خيركم الله يزيدكم، ولكن خليو عندكم. كيف ما كنت حطيت لكم واحد ستوري شحال هذه قلت لك السلو درتيه بالصحه والراحه، ولكن السلو راه كيتحط في السطل ما كيتحطش في ستوري، لانكم كتاثروا على بزاف ديال الناس. راه كاين ناس فقراء بزاف، راه بالاخص في هذه المحنه هذه اللي الناس ديال الفيضانات اللي مساكن كيقلبوا على فين يسكنوا، كيقلبوا على فين يتغطاو على الشتا، ما بقاوش كيفكروا في شي حاجه اخرى. فهذا ميساج كنتمنى انكم تفهموا بالطريقه اللي بغيتوا توصل بها. كل واحد عنده خيره، حنا ما حسدنا حد ما تبعنا حد، ولكن كنقول لكم انكم خاصكم تراعيوا الشعور ديال المتابعين ديالكم. الا كنتوا فعلا مؤثرين، الا كنتوا فعلا كتبغوا المتابعين ديالكم، فهاد الشيء ما خاصكمش تبارطاجيوه معاهم.
لانه يقدر ياثر عليهم بطريقه سلبيه. كاين قدر الاسره اللي غتفكك بسبب هذا الشيء، كاين الاسره اللي غتقول لك علاش انا هذا عنده وهذا ما عندوش، وهما في اخر المطاف كتلقاوهم كيشريو داك الشيء بالمتابعات ديالكم، كيشريو داك الشيء بالمشاهدات اللي كتفرجوا فيهم. خرجت على الموضوع ولكن كان خاص الصوت يوصل. كنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو. خوتي عزاز، كيف ما قلت لكم مريم قالت لكم شحال قدك بلا اله الا الله او استغفر الله هي البيت بلا عشاء. مريم قالت لك واحد الكلام اللي قلنا حنا وسبقنا قلنا شحال قدك تكتب في العنوان المتابعين غيعيقوا بك. وفعلا المتابعين عرفوا بان مريم مظلومه، المتابعين عرفوا بان مريم ضحيه مؤامره ديال ناديه ومجموعه من القنوات، كاينين اللي في الجاليه وكاينين اللي في المغرب وانتم كتعرفوهم، اللي اثروا بطريقه سلبيه على يامنه اللي هي الام ديال حميد، اللي كتخرج كل مره وكتطعن في حميد، اللي كتخرج كل مره وكتقذف في حميد، اللي كتخرج كل مره وكتستفز حميد، وهي ما عارفاش اشنو كدير. كتبقى مرا كبيره، كتبقى ام. شي نقدر نقول لكم انا من غدا شي حميد يمشي عند مو يعنق مو يبوسها ويقول لها امي سمحي لي ولو انك انت غلطه في حقي، غتنسى مو كل شيء، غتنسى داك الشيء كامل، وغتنسى داك المؤامرات اللي كانوا كيحرضوها وداك التفكير اللي كانوا كيعطيوها تفكير عشوائي، غتنسى كل شيء. علاش؟ لانها حتى هي بزاف الناس ربما هذه الكلمه ما تعجبهمش، ولكن انا نقدر نوضح لكم، لان حتى هي ضحيه ديال المؤامره ديال بنتها. لان الانسان الا بقيتي كتشحن فيه اليوم وتشحن فيه غدا وتشحن فيه اليوم وتشحن فيه غدا غيطوع. هذه يامنه هذه ناديه تقول لها هضره، خديجه تقول لها هضره، الاخرى مرت عزيز تقول لها هضره، الاخرى تقول لها هضره، فهمتيني؟ وجا داك الصراع اللي وقف داك النهار. يعني انا ما غنلومش يامنه باش نكونوا حقانيين، ما غنلومهاش على ولدها، اما شي حوايج اخرى دارتها الله يعاونها، شغلها هذاك منها اللي خالقها. انا ما نهضر حتى شي واحد واش شي بعيد عليا، ولكن في القضيه ديال حميد غنقدر نعذرها، لان بزاف الهضره وكيستغلوها. حنا اللي كنشريو لك الدواء، حنا اللي كنديروا لك، حنا اللي كنديوك عند الطبيب، حنا اللي كنتقداو لك، حنا اللي كنشريو لك، حنا اللي كنديروا. يعني هذا الشيء كيأثر على النفسيه، ومرا كبرات في السن يعني كتخاف. فاليوم اللي نقدر نقول لكم ان مريم ضحيه مؤامره، هي والزوج ديالها ديال ناديه، وقنوات راكم كتعرفوهم، قنوات كتعرفوهم نتوما وشنو الهدف ديالهم والخبث اللي كيمتازوا به، وذاك المكر اللي كيتفنوا باش انه يوصلوا للمتابع واحد الطريقه انهم هما ناس مزيانين، ناس زوينين، وهما في الاصل ديالهم ناس خبثاء. فصراحه كيف ما كنقولوا دائما، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. والخباب دائما كيعطيكم واحد الرساله، دائما كيعطيكم واحد الرساله. اي واحد غادي في شي طريق يزرع الخير، دير الخير وما خاسر والو، تقول كلمه طيبه وسكت، ما قادر تقول والو، ما تقول والو، ولكن سكت. راح الكلمه الطيبه راه صدقه. وكحنا ولينا كنشوفوا الفتنه، ولينا كنشوفوا هاد الناس هادو كيجروا او كيصطادوا في الماء العاكر، كيقلبوا على الانسان كيفاش يغلط باش يلبقوا ليه مونتيف، باش يخليو الناس يكرهوه. هاد الزمان صعاب. ملي كتلقى ناديه خت حميد كتبارطاجي ناس كيضربوا لها في الشرف ديال خوها، كتلقى ناس كتبارطاجي ناس كيضربوا لها في الشرف ديال خوها وفي الرجوله ديال خوها وفي الخلق ديال خوها، يعني كيعيبوا الصفه ديال خوها وهي كتبارطاجيهم. يعني هنا غنقول لكم هادشي تسالى ليا. الزمان صعاب، الزمان ولا غدار. ملي كتلقى خويا او اختي مع العدو ديالي كتشجعوا، وربما تعطيه حتى الكادوات باش يخرج يضرب فيا ويشتمني ويسبني ويحرم لي ولادي. فهنا غادي نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن كنتمنى من المتابع انه يفيق. هاد الناس هادو راه مريم قالتها لكم فاس، هاد الناس هادو راه الهدف ديالهم هو الادسنس، هاد الناس هادو الهدف ديالهم هو انهم يدخلوا فلوس وما كتهمهمش نتوما، وربما غدا يمشيو لملف اخر وينساو هاد الشيء كامل. هنا غيتسالي الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.